مساء الورد على الأهلاوية والزملكاوية. يا جماعة امبارح الزمالك والبنك الأهلي تعادل 2-2. تعادل بطعم الخسارة للزمالك مليون بالمية، وللبنك الأهلي برضو اللي في الصورة بصراحة يعني. بس السؤال للزملكاوية، هل مشكلتكم الوحيدة في التحكيم؟ هل اللي خسركم امبارح الماتش التحكيم؟ الهجوم امبارح على الحكم وطلع في حراسة وقصة كده، ده اللي مخسركم؟ ولا انتوا شايفين ان عندكم مشاكل؟ يعني الجون التاني بغض النظر انا مقتنع بعواد، حاسس ان عواد خامة حارس مرمى كويس بصراحة، بس الجون التاني تشتيت من عواد خاطئ. انا اول مرة اشوف واحد بيشتت لنص الملعب، بيبصيها، بيعمل اسيست للمهاجم ولا خط الوسط بتاع الفرقة التانية. الجون التاني بتاع البنك الاهلي غلطة عواد مليون في المية. الغريب ان واقف معاه مدافع على الخط، تحس ان هو فاهم ان هو واقف على الخط، لكن تشيل براسك تشيل بصدرك مفيش، واقف والكره معديه من جنبه. دي مشكله انتوا مش شايفينها ان كان في مشكله؟ كذلك يعني انا مش عايز اهجم على حد بعينه عشان برضو كنت عندكم في خط الوسط كارثه بصراحه يعني هونجا ده في البطيخ، في البرليب اللايت. يعني طول عمر الزمالك بيبقى واقف على رجله لما يبقى في هاف ديفندر كويس، ايام تامر عبد الحميد وطارق حامد. الزمالك عكس الاهلي، يعني الاهلي في بلاي ميكر كويس، الاهلي بيبقى فايق. الزمالك لا، الزمالك بيلعب كوره حلوه بس عايز هاف ديفندر يلم او يعمل هجمه. هاف ديفندر بتاعكم هيوديكوا في داهيه بصراحه. الحاجه الاخيره، هل بيسيرو مقصر؟ لا مش مقصر. خد بالك بيسيرو كمدرب راح على المرمى وجاب جونين. المعلم سيف الخديوي جاب جون حلو بصراحه، مع اني برضو مش مقتنع بيه كمهاجم ينفع للزمالك رقم 9 للزمالك، لا بس جاب جون. وبيسيرو بيروح للجون. بس معلش برضو لما يبقى في شويه شلحفات في خط الوسط وفي الدفاع هو مش مسؤول عن القصه دي. مش مسؤول ان خط في الوسط ما بيعرفش يباصي، ما يعرفش يسلم ويستلم، ما يعرفش يعمل بهجمه يطلع بهجمه. يعني احنا كولر كان بيجيب جون ويرقد، يعني مش عارف يجيب اجوان، ولما يجيب جون يرقد عليه عشان عارف ان انا صعب اجيب جون تاني. لكن انت راجل بيجيب اجوان وبتحصل عندكم اخطاء او غلطات من لاعبتكم بتضيع القصه. صدقوني ما ينفعش كل حاجه نقول التحكيم. انتوا في مشكله عندكم في شويه لعيبه، انتوا عندكم 5 من 10. في شويه لعيبه حلوين قوي، يعني حسام عبد المجيد بصراحه انا شايفه عالي حسام عبد المجيد. الواد طبعا عبد الله السعيد ما فيش كلام عليه، ناصر منسي بيقف على كوره، محمد شحاته بيقف على كوره، كل دي لعيبه كويسه. بس تعد 5 حلوين و5 ما ينفعوش يلعبوا كوره في الزمالك خالص. فتيجي تقول اصل همشي بسيرو. ليه يا عم؟ هو بسيرو عامل لك ايه؟ انا عارف ان بسيرو وقع معاكم وانتوا نجمكم خفيف في موضوع المدربين ده. يعني كل شهر ونص بمدرب، جروس وقبليه بتاع الفتح ده جوميز، وقبليه الحاج فريرة. بس راجل ما عملش حاجه، راجل مدي كوره بالخامه اللي معاه. بس انتوا عندكم مشكله ولازم جمهور الزمالك يعرف كده، 1+2=3، ملهاش غير كده. لكن هنقول اصل هنمشي بسيرو يا عم هتمشي؟ ده انت لسه داخل في مشكله وموقف لك كده عشان باتشيكو، هتمشي بسيرو وجروس هيشتكي؟ ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ التحكيم ليه اخطاء، زي ما اخطا في ماتش الاهلي ولغى الجون بتاع امام عاشور الهدف الصحيح، ولغاه. ما في اخطاء في التحكيم، بس مش هو رقم واحد بالنسبه لكم. الزمالك لازم يفوق يا جماعه، انا عايزه يبقى في الصوره، ما ينفعش